خلق الله فوق البسيطة. بويا يا رب يتمسي بالخيرات والعافية، يكفي سيرته انقضى اطهر من زلال انقراحي، عاش عيشات يتيم ورغم ذلك ما ترك واجبه، طول عمره وهو يحرص على دينه ويقضي فروضه، واجبه بالقبيله يعترف به ذا صغير وكبير، راعي صدق وكريم وراعي شيمه في جميع القرابه، ولا يدور لشكر من آدمي ولا يدور ثانا، ألا لجل الرضا والأجر من رب رحيما غفور. جعل شعري ولو موفاك قدرك يا حميد السجايا، ينجلي ما كانه واتركه وانساه ووداعه. طول الله في عمرك، طول الله في عمرك يا ابوي، وجعلني فادوة لك، انت وجودك وسمعتك تاج من على رؤوسنا، انت وجودك وسمعتك تاج من على رؤوسنا. صح سلامك ابو فيصل، الوالد يستاهل، هذا من البر. الله يجزاك خير، ومهما قدمت له فلن أوفيه مثقال ذرة من الضل عليه. ابو فيصل، انت قلت في ذات لقاء انك شاعر البصمة الاول، هل لا زلت عند هذه القناعة؟ شاعر البصمة الاول، انت طبعا سألتني السؤال هذا زمان. نعم. البصمة الاول تقصد يعني في شعراء العرض؟ نعم. اني وين اضع تقول انك شاعر البصمة الاول في شعراء العرض. اولا شاعر البصمة ليس حكرا على شاعر. نعم. وممكن اني قلتها طبعا من باب اكيد انك نرفزتني، طبعا انا اعرف اسالك انت، لكن انا اقول لك انا في شعر البصمة. نعم. احمد الله سبحانه وتعالى انا اجيده باحترافية. فشاعر البصمة الاول انا يعني من وجهة نظري انا في قصائدي. نعم. فانا اعتبر نفسي كذلك شاعر البصمة الاول. نعم. وتقول ايضا انك يعني في احدى لقاءاتك برضه كذلك ان السالمي شاعر مشاكس، وانك ستروض هذا الشاعر رغم طبعا الصداقه اللي بينك، وانا عارف الصداقه هذه. هل روضته شعريا؟ والله يا اخي تقابلت مع علي السالمي في كثير حفلات، يعني حصل من هذا كثير. يعني روضت يعني ان شاء الله انك روض ان شاء الله. وهل تعتبره ند علي بن مسفر؟ والله شاعر علي السالمي يمثل طبعا قبيلته ويمثل مكان في شعر العرضة. نعم. لكن ند وما ند طبعا، لو اقول لك لا بتقول لي فوقية، لو اقول لك ايوه بتقول ايش معنى، وش يعني هو اقل منك ولا ارفع منك. نعم. كمستوى. فانا طبعا ماني مقيم بالشعراء، وهو شاعر يعني احترمه على عيني وعلى راسي، شاعر يمثل قبائل كاملة. على سيرة فوقية، يقال ان علي بن مسفر الشمراني ينظر للآخرين او للشعراء، انا اقصد بفوقية. الله يا اخي انت حشرتني طعمك باتهامات اليوم، ما ادري يعني. طبعا هذا الكلام يكتب ممن يرى النقص في نفسه. نعم. او يقال ممن يرى النقص في نفسه سواء من شعراء او غيرهم. فانا طبعا لا احمد الله سبحانه وتعالى واعوذ بالله ان اكون من يجعل نفسه في مكان غطرس او كبرياء او كذا، لا بالعكس، لكن يحترم نفسي. فلما اقف باحترم نفسي، اذا حسبت احترامي لنفسي فوقية ومتكبر فانا متكبر ومتغطرس، واذا كان احترامي لنفسي يضعني في مكان الاحترام امام الاخرين فانا رجل متواضع وبدون الناس لا شيء، وبدون قبيلتي لا شيء. وشعراء العرضة منهم المثقف والواعي اللي ينظر
اللي يضع نفسه في المكان اللي انا احاول اضع نفسي فيه، من اللي هي الاحترام والتقدير. لكن فوقيه وكبرياء وغطرس، الشاعر اللي يحس في نفسه نقص ينظر للمثل بانه متغطرس، وانا اتشرف بهذا. كان بينك وبين الشاعر محمد بن حوقان اختلاف في وجهات النظر قبل فترة، وصارت مشاكل وصارت يعني وقفت نفس، انتهت المشاكل هذه ولا باقي؟ والله انتهت ولا انتهت. طبعا هو ابو خالد من النوعية اللي يقول لك اذا لم تكن معي فانت ضدي، وهذه طبعا افكارك حتى انت لانك من الصفحات المشرقة الحزبية لشعراء معينين. نعم. المشرقة في سماع شعراء معينين فقط. نعم. فطبعا حصلت خلافات، واختلافات وجهات نظر، يعني ما هو خلافات شخصية ولا الحمد، يعني اختلافات وجهات نظر، وكانت أسبابها بعض الحفلات وبعض الإثارة والصحافة وبعض المناسبات اللي حصلت، فاختلفت معه كثير ولا زلت أختلف معه في وجهات النظر، لكن كمشاكل شخصية أبو خالد صديق وأخ وزميل، ولا بيني وبينها أي مشاكل شخصية. هو يعني من المشاكل، بمعنى مشاكل هي مشاكل مجال الشعر. يعني كل المشاكل هذه اللي موجودة بين شعراء العرضة هي فقط في الشعر؟ أكيد. يعني الآن هل تتوقع أنه